هقولك على فكرة بسيطة صغيرة غيرت من طريقة تفكيري 180 درجة وفرقت جدا في حياتي. 99% من الناس مش بيفكروا كده، و1% بس هم اللي بيفكروا بالطريقة دي، وده سبب كبير في نجاحهم. الفكرة ببساطة انك لما بتشوف حد ناجح في مجال، 99% من الناس بتقابل النجاح ده بنقد او سخرية او غيرة او ساعات حقد، لكن 1% بس من الناس بيحاولوا يعرفوا هو ناجح ليه ويوصلوا للسبب الحقيقي لنجاحه ويتعلموا منه، والناس دي هم اللي بينجحوا في مجالاتهم بعد كده. تعال اديك مثال، واحد زي محمد رمضان. محمد رمضان ممثل شاطر وده مفيش خلاف عليه، لكن مش كل ممثل شاطر ناجح. ايه السبب بقى؟ انه بقى دايما ترند وبقى من اعلى الممثلين في الاجر. هنا بقى يجي ذكاء محمد رمضان. اوعى تفتكر ان موضوع نمبر 1 والكلام ده مجرد غرور، دي حاجه مقصود بيها اثاره الجدل، عشان يبقى في ناس بتهاجمه وبتقول ده مغرور وما يستاهلش وما بيعملش حاجه، وناس تانية بتدافع عنه وتقول انه شاطر ويستاهل. وهو ده الجدل، ان يبقى في دايما كلام عليه، وهم دول ال 99% اللي بقول لك عليه. لكن 1% بس هم اللي بيفكروا ويفهموا هو ازاي عرف ينجح في ده، وهو ده اللي انا عايزك تعمله. لو فعلا عايز تنجح في حاجه او في مجال معين، ابعد النقد والغيره على جنب، ودايما فكر واسال نفسك هم اللي ناجحين في المجال ده ناجحين ليه، وتعلم من كل واحد فيهم حتى لو ما كنتش بتحب. اكيد في حاجه بيعملها مختلفه عن باقي الناس، اعرف السبب وتعلم منه. صدقني هتلاقي حياتك اتغيرت 180 درجه للاحسن، وهتحقق حاجات ما كانتش تيجي على بالك. اكتب لي في كومنت بس بصراحه، هل انت كنت بتفكر زي ال 99% ولا انت من ال1%؟ انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.